السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي قضية جديدة. القضية ديال اليوم غادي تدينا للجزائر. هشام هو شاب جزائري في عمره 25 عام، اختفى على الانظار وما بقاش كيبان لمدة ديال 3 ايام. فالاب ديالو تقلق عليه، بقى كيقلب عليه، سول عليه الجيران صحابو، ولكن والو. اللي سولو كيقولوا له ما شفناهش. فهنايا الاب قرر باش يمشي عند السلطات ويبلغهم بالاختفاء ديال ولده. قال لهم بلي راه حاول يتصل بولدو ولكن كاع ما كيجاوب، حيت اصلا التليفون ديالو راه خارج التغطيه. سول عليه الجيران، الناس اللي كيعرف، ولكن والو، حتى واحد ما عطاه راس الخيط. وصرح بلي ما كانوا حتى شي مشاكل في الدار مثلا اللي يقدروا يخليوه انه يفكر يخرج ولا يغبر على الدار لمده ديال 3 ايام. المهم الاب عطى كاع المعلومات ديال ولدو للدرك الوطني، من بينهم عقد الازدياد والصوره ديالو. ومن تما بداو الاجراءات اللازمه باش يقلبوا على هشام. فمن بعد ما دازو 7 ايام، وبالضبط نهار 15 شتنبر 2018، كان واحد الولد سميتو مروان في غابه ديال جبل الكحل في ولايه معسكر بالجزائر. كان كيجمع داكشي اللي كيكون مرمي باش يعاود فيه البيع. شويه وهو كيشم واحد الريحه اللي مجهده بزاف، بقى كيقلب على المصدر ديال الريحه حتى كيلقى الجثه ديال شاب كاينه في وسط الشجر. ديك الساعه مروان ما عرف ما يدير، ولكن تثبت واتصل بالدرك الوطني وبلغهم بداكشي اللي شاف. السلطات مشاو مباشره للمكان ديال الجثه باش يديروا المعاينه الاوليه، وانطلاقا من ديك الريحه اللي كانت مجهده والمعاينه الاوليه تبين على ان الجثه بدات كتعفن. هادشي اللي كيدل على انه داز الوقت على الوفاه ديال داك الضحيه، وتبين على انه تعرض للاعتداء بآلة حاده. هادشي اللي كيخليهم يطرحوا الفرضيه ديال انه تعرض للقتل، ولكن ما كانتش الاداه ديال الجريمه في ديك البلاصه. مهم حاولوا باش انهم يجمعوا الادله اللي كاينين وداكشي اللي يقدر يعاونهم باش يكتشفوا شكون هو المجرم. من بعد ما خداو البصمات وداكشي اللي كيحتاجوا، داو الجثه للمستشفى. السلطات باش يتعرفوا على ديال من هاد الجثه في مرحله اوليه استعنوا بالبلاغات ديال الاختفاءات اللي جاوهم في ديك الايام، وكان من بينهم البلاغ ديال الاختفاء ديال هشام اللي عيطوا الاب ديالو. وفعلا فاش عرف على الجثه لقاها بانها ديال ولده. السلطات داروا تحقيق مع الاب، وفعلا بقى كيجاوبهم على الاسئله ديالهم، وقال لهم بلي راه ولدو كان عنده واحد صاحبو اللي قريب منه بزاف وكيعرف عليه كل صغيره وكبيره. هاد صاحب ولدو سميتو سمير. تم الاستدعاء ديال سمير باش يسمعوا الاقوال ديالو حتى هو، وقال لهم بلي فعلا هشام صاحبو وكبر هو وياه في نفس الحومه. وقال بلي هشام انسان مزيان الله يعمرها دار، وحتى علاقته مع الناس كانت مزيانه، من غير مع واحد الشخص. داك الشخص كان بينه وبين هشام شي خلاف تقريبا لمده ديال 15 يوم، وكان هدو بالقتل. وداك الشاب اللي كان على خلاف معاه سميتو رفيق. عيطوا لرفيق حتى هو، وطول الفتره ديال التحقيق كان كينكر على انه هو اللي قتل هشام، وقال لهم بلي راه فعلا هشام كان صاحبي من شحال هذا وما كان بيناتهم حتى شي مشكل. بقاو كيضغطوا عليه حتى قال لهم بصح كان بيناتنا خلاف وهددته، ولكن راه ما كنتش ناوي نقتلو، كانت غير هضره قلتها في لحظه غضب. تلقوا الصراحه ديالو وقالوا له ما تبعدش باش الا احتاجيناك نلقاوك، وفي نفس الوقت لان ما كان عندهم حتى شي دليل. فاش داروا كشف على التليفون ديال الضحيه لقاو بلي التليفون ديالو كاين عند شي واحد اللي سميتو علاء. قدروا انهم يوصلوا للعنوان ديالو، مشاو عنده وداو معاهم اذن بالتفتيش. بقاو كيقلبوا الدار كيقلبوا مزيان حتى فعلا كيلقاو التليفون ديال الضحيه. فسولوه على داك التليفون منين جاه، قال لهم بلي راه شراه من سوق الدلاله من عند شي واحد اللي سميتو مراد. مشاو لعند مراد لسوق الدلاله. ديك الساعات تم القبض عليه والحجز على التليفون، اللي كيكتشفوا من بعد على ان الكارت سيم اللي فيه بسميه ديال منال. عيطوا لمنال باش يحقوا معاها، وفعلا جات خداو الاقوال ديالها ونكرات باللي كتعرف هشام اولا كتربطها به شي علاقه. وفي السولو على الكارت سيم قالت لهم باللي راه عطاتها لخوها اللي كيستعملها، وهي فاش كتبغي تهضر ولا كتحتاج التليفون كتمشي عند خوها كيعطيها تهضر، ومن بعد كترجع له التليفون لان هي كاع ما عندها تليفون. عيطوا لخوها داروا معاه تحقيق، وقال لهم بلي داك الرقم راه ديال اختو، وهو ما عمرو خدم بديك النمره ولا عيط بها لشي واحد، على العكس داكشي اللي قالت اختو منال. وقال على ان اختو كانت على علاقه مع الضحيه ومع شاب واحد اخر، وقال على ان اختو وهشام والشاب الاخر اللي كتعرف كانوا في شي سهره، وناض بيناتهم شي خلاف اللي بسببه داك الشاب قتل هشام، وبغى يحصلها في البنت اللي هي منال. ومنال باش تفك راسها بغات تحصل خوها وتلصق فيه التهمه. نتمنى ان الفكره تكون واضحه. هاد الهضره اللي قال خو منال. فهنا السلطات عيطوا مره اخرى لمنال وقالوا لها باللي انت راه مشتبه بك في جريمه قتل هشام، وقالوا لها كاع داكشي اللي قال عليها خوها. بقات مصدومه، ولكن صرحات باللي خوها مؤخرا كان في حاله نفسيه صعيبه
وقال لها ما تهضريش معايا، واي واحد جاي يسول عليا ما تقوليلوش فين كاين. هنا الدرك الوطني مشاو لخيط واحد اخر اللي هو سوق الدلاله باش يوقفوا مراد اللي كيبيع التليفونات باش يسمعوا الاقوال ديالو. وراوه التليفون ديال الضحيه، قال لهم باللي انا كنبيع ونشري في التليفونات، وهذا التليفون شريته من عند واحد السيد اللي ما كنعرفوش، ولكن الا شفتو نعقل عليه. فسولوه على المواصفات ديالو، بقى كيعطيهم مواصفات اللي كتنطبق على خو منال. فهنايا السلطات تبقى عليهم انهم يقلبوا على خو منال. فعلا قدروا انهم يحدوا البلاصه ديالو، كان مخبع في واحد البلاصه اللي مهجوره. فاش حس بيهم جاو باش يشدوه حاول يتخبع يهرب، ولكن بدون جدوى. من طوه وداوه معاهم باش يحقوا معاه. هنايا خو منال بقى غير كينكر، وهذا الشيء بطبيعه الحال كان متوقع، ولكن ملي بقاو كيضغطوا عليه وكيبينوا له الادله كامله اللي ضده، خو منال نهار واعترف بالجريمه وبالتفاصيل ديالها. هشام كان سلف الخو منال الفلوس، ومن بعد هشام بغى فلوسه فزيروا عليها، بقى كيلح عليه بانه راه بغى فلوسه. هشام وخو منال مشاو للغابه واحد النهار باش يسكروا، وبقاو كيتغنوا على الفلوس حيت هشام بغى فلوسه. تزايدوا في الهضره، بقى شي كيسب شي، وهنايا خو منال مرضاش وصرفق هشام. نض بيناتهم صداع والدباز، صافي بقاو كيتشادوا، وفي الاخير هشام اللي كان غلب في داك الدباز اللي ناض بيناتهم. تما فاز تعصب خو منال وحقد عليه كتر، ومن تما قرر باش يقتل هشام. خلا غير وقف وعطاه بالظهر، وهو هجم عليه بسلاح ابيض اللي كان هزو معاه، ركب في الموتور ومشى بحاله. فالسلطات سولوه علاش بغيتي تلصق الجريمه في اختك؟ قال له حيت اختي دايره علاقه مع شي واحد وكانت محشمانه مع الجيران، وفاش كيتشكل الام ديالها ما كدير والو حيت الام حنينه على بنتها. فهنا بانت له غير طريقه واحده باش يتفك من اختو ويتهنى، هي لصق فيها هاد الجريمه. تم التقديم ديالو للجهات القضائيه المختصه، وتوجهت ليه تهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد. حتى لهنا صلت القضيه ديال اليوم، ولكن كاين شي حوايج اللي بغيت نهضر عليهم اللي ثاروا الانتباه ديالي. من بينهم انه بسبب الفلوس والشجار راه كان حتى السكر اللي خرج على المتعاطين ديالو، والنهايه كانت هي واحد مشى للقبر وواحد للسجن للاسف. الحاجه الثانيه اللي ثارت الانتباه ديالي هي كيفاش المجرم بغى يلصق الجريمه في اختو وبديك الطريقه. هادشي للاسف كيضرب بزاف في الخاطر. فحتى لهنا سال الفيديو ديال اليوم. نتمنى القضيه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وتخليوا لي ارائكم في التعاليق. نتلاقاو في فيديو جديد وفي قضيه جديده ان شاء الله.